بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. انا مش عارف اقول لك الكلام ده ازاي، بس للاسف انا عندي اخبار ليك مش قد كده. تعرف انك كل يوم بتفقد جزء منك؟ لا ده حرفيا، يعني شعرك بيقع، ملامحك بتتغير، افكارك بتتبدل كده، يعني ده حتى خلايا جسمك بتتجدد كل يوم. طيب تعرف ان كمان 7 سنين كل خلية في جسمك هتكون اتجددت، ومفيش خلية واحدة من اللي موجودين في جسمك دلوقتي هتكون لسه موجودة. وده يخليني اسأل سؤال حلو قوي: هل بعد ال7 سنين دول انت هتبقى لسه انت؟ السؤال ده كان شاغل بال كتير من الفلاسفة زمان، وكان معروف باسم معضلة سفينة سيسيوس. وقبل ما نكمل كلام تعالى اشرح لك واحكي لك ايه موضوع اسطورة سفينة سيسيوس دي. زمان كان في بطل اغريقي اسمه سيسيوس، كان راجع لاثينا بسفينته بعد ما هزم المنتور في معركة شرسة. ولو ما تعرفش ايه المنتور ده، فهو مخلوق اسطوري نصه انسان ونصه طور. المهم لما سيسيوس وصل لاثينا، اهل البلد احتفلوا بيه جدا لانه خلصهم من شر المنتور، وقرروا ان هم يخلدوا انتصاره ده عن طريق ان هم يحتفظوا بسفينته. الفكره بقى ان مع مرور الوقت اجزاء السفينه كانت بتتهالك، والناس كانوا بيبدلوا الاجزاء المتهالكه دي باجزاء جديده شبه الاجزاء القديمه بالظبط، لحد ما كل اجزاء السفينه اتغيرت بالكامل. لحد هنا الكلام يبان ان هو عادي، لحد ما الفلاسفه سالت: طالما اجزاء السفينه كلها اتغيرت، هل السفينه لسه محتفظه بهويتها كسفينه سيسيوس، ولا بقت سفينه مختلفه خالص؟ طب ما ده سؤال سهل وتافه جدا، يعني السفينه لسه هي بس اتجددت مش اكتر. اهو حليت اهو. لا يا سيدي، الكلام ده لو انا وانت بنتكلم على القهوه، انما الفلاسفه بيحبوا يعجنوا اي حاجه لحد ما يعملوا من البسيط معضله كونيه. وطبعا مش عايز اقول لك ان فلاسفه كتير اختلفوا على اجابه السؤال ده. يعني مثلا في جزء شايف ان الهويه مرتبطه بحاجه معينه، وفي جزء تاني شايف عكس الكلام ده خالص. ودلوقتي بعد اثاره الجدل دي كلها، انت عايز تعرف مين اللي رايه مشي في الاخر. طيب تعالى نفترض حاجه اسهل وابسط علشان نفهم ونطبق النتائج دي مع بعض على السفينه. خلينا نتخيل انك فجاه قررت تغير تليفونك، ورحت دورت وعجبك الايفون 16 برو ماكس مثلا، فانت رحت تسال على سعره ولقيته بالشيء الفلاني. بس الحمد لله انت تفتكر انك كنت داخل جمعيه بقالك سنتين، وجي اخيرا الدور عليك انك تقبضها. رحت انت بقى واخد الفلوس من هنا وحطيتها في التليفون من هنا. يلا يا عم مبروك عليك، افرح. تاني يوم بقى انت قررت تنزل على القهوه مع اصحابك علشان تتفشخر بالحته الابل الجديده. بس اللي ما كنتش عامل حسابه بقى ان صاحبك ابو عين يكون موجود في القعده، ويروح مديك حته: ايوه يابا العده الجديده والعه معاه، اللي اداك يدينا. فانت قبل ما تتدارك الموقف تلاقي التليفون جاب شاشه، وقبل ما تقوم تخبط صاحبك ابو عين بالكرسي اللي انت قاعد عليه تفتكر ان التليفون الحمد لله لسه في الضمان. المهم في الاخر انت غيرت له الشاشه وتليفونك رجع زي الاول. السؤال هنا بقى: تقدر تقول لي هل تليفونك لسه هو ولا بعد ما انت غيرت له الشاشه بقى تليفون تاني غير اللي انت اشتريته اول مره؟ الفيلسوف جون لوك لما جه يجاوب على سؤال الهوية ده قال إن الهوية مش مرتبطة لا بجسد ولا بروح، ولكن مرتبطة باستمرارية الوعي والذاكرة. يعني هوية الإنسان بتتحدد بالذكريات والتجارب اللي بيعيشها طول حياته. وفي حالة تليفون صاحبنا فهو لسه نفس التليفون مادام لسه صاحبه بيستخدمه وعليه نفس الذاكرة. وهي دي وجهة نظر جون لوك. يعني لو جينا بقى طبقنا وجهة النظر دي على سفينة سيسيوس، فالسفينة هتفضل نفسها حتى لو غيروا كل جزء فيها، وده لأن الذكريات والتجارب اللي حصلت عليها هتفضل موجودة ومش هتتنسي. بس فلاسفة زي أفلاطون وتلميذه أرسطو شايفين حاجة مختلفة شوية عن مدرسة الذكريات دي. قالوا لك بقى إن الهوية مرتبطة بجوهر أو كيان الشخصية نفسها، مش بالذكريات ولا الاستمرارية. مش فاهم حاجة. هشرح لك. هم قصدهم ان لو حتى كل جزء من سفينة سيسيوس اتغير فهي لسه محتفظة بهويتها، مش علشان الذكريات والتجارب، لا ده علشان الفكرة اللي وراها والمعنى اللي بتمثله السفينة دي للناس. ما فهمتش حاجة برضو؟ هبسطها لك. تليفون صاحبنا اللي غيرنا له الشاشة هيفضل محتفظ بهويته وكيانه كايفون حتى لو غيرنا له الشاشة 100 مرة. بمعنى ان القيمة في التليفون ده هو انه ايفون اصلا، وقوة تأثيره في اسمه او علامته التجارية مش هتتغير عند الناس. طيب لحد هنا والكلام جميل، بس ماذا لو في مبدأ شايف ان مفيش حاجة اسمها هوية؟ تعالى بقى اخدك من ايدك ونروح لمدرسة عكسية خالص عن المدارس اللي قلناها من شوية. وفي المدرسة دي الفلاسفة شايفين ان الهوية مش حاجة ثابتة، لا جوهر بقى ولا ذكريات ولا استمرارية، وانما مرتبطة بالظواهر الخارجية والتغيير المستمر. وفي فلاسفة كتير بيدعموا المبدأ ده زي هيراقليطس اللي من اشهر اقواله في موضوع الهوية ده: لا يمكنك ان تنزل نفس النهر مرتين. والفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم واللي من اشهر اقواله برضه ان الانسان مجرد حزمة من الانطباعات
الاختراعات والتجارب، ومفيش حاجه اسمها هويه ثابته. انت بتبقى نسخه جديده منك مع كل تجربه او تغيير بيحصل لك في كل مرحله من حياتك. يعني مثلا لو واحد جه من الصعيد للقاهره، ومع الوقت لبسه وطريقه كلامه او حتى تفكيره ابتدوا يتغيروا عن اللي هو كان متعود عليه، ففي الحاله دي هو لسه نفس الشخص، ما حصلوش اي حاجه، لسه زي ما هو، بس بقى بهويه مختلفه عن الهويه اللي كان متعود عليها، وده بسبب التجارب اللي عاشها والتغيرات المستمره اللي كانت بتحصل له. طبعا انت ما بقتش فاهم حاجه، اصبر ده لسه التقيل جاي. جه فيلسوف تاني بقى علق عليهم كلهم، اسمه توماس هوبز. الراجل ده قعد ورجع ظهره لورا وحط رجل على رجل وقال: ماشي يا عم، انا همشي معاكم في اي مبدأ تقولوه، سواء بقى ذكريات ولا كيان ولا حتى ما فيش هوية ثابتة من الاساس. دلوقتي لو كل اجزاء سفينة سيسيوس اتغيرت، طيب لو بطريقة ما قدرت ان اكون السفينة من تاني بالاجزاء المتهالكة اللي تم تغييرها دي، انهي واحدة فيهم هتبقى السفينة الاصلية؟ عم توماس هوبز بقى لما طرح السؤال ده فتح باب لفكرة انك ممكن تضاعف الهوية، وظهرت اسئلة اعمق زي: هل الهوية حاجة فريدة ولا ممكن تنقسم عادي ويبقى عندنا اكتر من نسخة ليهم الحق ان هم يبقوا الاصل؟ الفيلسوف جون لوك بقى لما سمع السؤال ده قال: سهلة خالص. قال: السفينة اللي ليها استمرارية ولسه بيتم استخدامها هي الاصل، انما اللي اتجمعت من الاجزاء القديمة دي ما هي الا نسخة فاقدة للذاكرة والتاريخ. في الاخر معضلة سفينة سيسيوس مش مجرد حكاية عن سفينة او موبايل غيرت له شاشة، لا، هي سؤال وجودي عميق عنك انت. لو كل خلايا جسمك بتتجدد كل 7 سنين تقريبا، فهل انت النهارده نفس الشخص اللي اتولد من سنين، ولا انت مجرد نسخة متغيرة وبتتبدل باستمرار؟ طيب لو الذكريات هي اللي بتحدد هويتك، طيب الحاجات اللي انت نسيتها او اختفت من وعيك، هل معنى كده ان ضاع جزء من هويتك معاها؟ يمكن الهوية مش حاجة بنمتلكها اصلا، او يمكن هي مجرد وهم بنتمسك بيه علشان نحس ان في انا مستقرة وسط عالم بيتغير طول الوقت. وبس كده. ما تنساش بقى لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وشير وتسيب لنا كومنت كده بتدعمنا فيه وتقول لنا نفسك تشوف حلقات ايه جاية. وعلى فكرة كان معاكم مصطفى محمود، واشوفكم في حلقات جاية. سلام.